الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين محمد عليه أفضل السلام. نهيئ الشعب الكريم بشهر رمضان الكريم أولا. ثانيا، هناك أسئلة متعددة تورد لنا كأطباء بالنسبة لجراحة العظام والمفاصل عن أهمية رمضان الشهر الكريم والتخصص جراحة العظام. هناك مقالة تقول: صوموا تصحوا. ولا أعتقد هناك أي حاجة تؤثر على الصيام مع جراحة العظام، ما عدا إذا كان هناك أمراض خبيثة للعظام الذي يحتاج فيها المريض أن يأخذ علاجه في الوقت المناسب. أما من ناحية جراحة العظام والصيام، بالعكس، أن الصيام في فترة الصيام أي شخص بيحاول يأكل وينزل وزنه أو يخفف وزنه. أما العادة المتواجدة لدينا للأسف هنا أن الواحد يصوم الآن في فترة الصيفية حوالي 15-16 ساعة، ثم يجي فترة الفطور 6-7 ساعات متبقي من 24 ساعة يأكل بكميات كبيرة من الغذاء، مما يؤدي إلى زيادة وزنه وليس العكس. صوموا تصحوا. ولذلك ننصح لكل شخص يصوم يحاول عند فترة الإفطار أن يأخذ أشياء بسيطة مبدئيا، ثم يروح يذهب لصلاة المغرب، ثم يرجع يكمل الإفطار بكمية بسيطة إلى فترة السحور، ثم يكمل فترة السحور. يفضل أن يأكل الأشياء المناسبة لحالته الصحية البعيدة عن الدهن الشديد فرضا، وزيادة الأملاح لعدم زيادة الوزن. أما من ناحية العلاجات، معظم العلاج ممكن نعمل إعادة برمجتها عند الإفطار وعند السحور. مرة أخرى أكرر، ما عدا بعض الأمراض التي أفتى فيها الشارع الكريم، وهو أن احتياج المريض علاجه لفترة منتظمة وفترة مساء 4 مرات في اليوم و3 مرات. وهناك شيوخ أفتوا في هذا الموضوع. كذلك ننصح الشباب في هذه الفترة، حيث معظم الآن شهر رمضان الكريم جاء وشوال يأتي في الإجازة السنوية، والأسف أنه ينقلب نهارنا ليل وليلنا نهار، مما يؤدي الشباب يطلعوا في الشوارع يعني بسرعة عالية أو في الخطوط السريعة، سواء في التفحيط أو المسابقات أو عدم الاكتراث أثناء في داخل المدينة بالسرعة الهائلة للحفاظ على أرواحهم، لأن نسبة الحوادث في رمضان بتزيد. أنا بتكلم عن مدينة الرياض طبعا وليس، وهذا قد يكون مطبق في جدة والدمام أو أي مدينة عندنا. أو الإجهاد، يكون شخص طول الليل يسوق سيارته ويواصل مع النهار، ثم يحدث سيارة ويكون سهران طول الليل، ثم يسافر لأخذ، بالذات في موسم العمرة الآن، يسافر للمنطقة الغربية لأخذ العمرة، بيحدث حوادث له في الطريق. ولذلك ننصح على جميع الناس سواء في شهر رمضان المبارك أو غيره المحافظة على أوقات النوم، على عدم زيادة الوزن، على المحافظة في ترتيب حياته وعلاجه. لا أعتقد أن الصوم قد يؤثر تأثير شديد على العظام إلا في بعض الحالات المرضية. مرة أخرى أكررها. وأخيرا وليس أخيرا، أود أشكر وزارة الصحة للأمور التعوية تعملها في الشهر الكريم، وجميع المنسقين لهذا البرنامج، وشكرا.